تفتكر لو كان عندك ذكاء خارق لدرجة انك تصنع روبوتات بتتحكم فيها بعقلك وانت عندك 13 سنة بس، هتعمل بيه ايه؟ في عالم سان فرانسيسكو علم الروبوتات بقى شيء اساسي في المدينه، ولحسن الحظ بطلنا طفل عبقري بس للاسف مقضي حياته في المكان الغلط. جهز نفسك بقى علشان احنا المره دي داخلين على فيلم تقيل قوي، روبوتات بقى وتكنولوجيا وكده، فمحتاج تشغيل دماغ. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. قصتنا بتبدأ في مدينة اسمها سان فرانسيسكو، مدينة غريبة ومميزة جدا وكمان حديثة، يعني هتلاقي التكنولوجيا في كل مكان. ووسط المدينة دي بنتعرف على بطل قصتنا هيرو هامادا. هو ده اسمه بجد مش بهزر، معرفش ايه هامادا دي بس هو ده اسمه. المهم من اول نظرة ممكن تفتكره مجرد طفل عادي، لكن الحقيقة ان هيرو كان عبقري بمعنى الكلمة وعنده موهبة رهيبة في الالكترونيات والروبوتات، بس للاسف رايحة في الاتجاه الغلط. بيبدأ قتال بين روبوتات بيتحكم فيها بني ادمين، والناس بتفضل تشجع جامد، وبنشوف هيرو داخل ساحة قتال الروبوتات الغير قانونية طبعا، وهو ماسك روبوت صغير جدا. الروبوت بصراحة كان شكله بسيط لدرجة ان الناس بدأت تضحك عليه قبل ما القتال يبدأ اصلا، وبيقول لهم ادوني فرصة بس اشارك حتى. اما خصمه بقى فكان واحد مشهور جدا هناك اسمه ياما، وده كان داخل بروبوت ضخم وشكله مرعب مقارنة طبعا بروبوت هيرو الصغير. ياما بيبتسم بسخرية وبيتريق عليه، وبتبدأ الجولة الأولى، وفجأة مش بنلحق اصلا وبنلاقي روبوت هيرو اتقطع حتت في ثواني. لكن اللي محدش كان يعرفه ان هيرو اصلا كان مخطط لكل ده من البداية. ولما بدأت الجولة الثانية كشف عن المفاجأة، الروبوت الصغير بدأ يتحرك بطريقة مختلفة تماما وبحركات ذكية وسريعة، بدأ يفكك روبوت ياما قطعة قطعة، والكل بيتصدم طبعا من اللي شايفه، وهيرو بيكون فرحان طبعا وما يعرفش اللي هيحصل له بعد شوية. لكن المشكلة ان ياما ما كانش من النوع اللي بيتقبل الخسارة، اتعصب جدا وقرر ينتقم من هيرو بنفسه، ورجالته حصروا هيرو وكانوا هيفرموه. لكن فجأة بيظهر شخص في الوقت المناسب وبينقذ هيرو، وده بيكون تاداشي اخو هيرو الكبير. بيجري بسرعة باخوه بيحاول يهرب منهم، وبيحصل اكشن كتير وبيقعدوا يتكلموا، وبنعرف ان تاداشي مش راضي عن اللي اخوه بيعمله ورافض الموضوع تماما لانه غلط طبعا. بس المفاجأة ان الشرطة بتقابلهم وبيروحوا بيهم على الاسم. بصراحة صعبان عليا جدا تاداشي اللي ما عملش اي حاجة اصلا. المهم بتخرجوا مع عمتهم كاس وهي متغاظة منهم، وبيروحوا البيت. بنتفاجئ ان هيرو ما حرمش وبيخطط انه يروح حرب الروبوت تاني، لكن المرة دي تاداشي بيوقفه وبيقول له انت بتتكلم بجد؟ ده احنا لسه طالعين من اسم الشرطة حالا. لكن هنا بنعرف ان هيرو ما بيحبش الجامعة علشان هي روتينية وبيدرس المواد اللي عارفها كل مرة، لان هيرو اساسا شاطر في علم الروبوتات وعلشان كده بيروح للحاجات دي. ولكن بطريقة ذكية تاداشي بيضحك عليه وبيقول له انه هيوصلوا حرب الروبوتات وبياخدوا الجامعة وبيدخلوا المعمل اللي شغال فيه. وهيرو كان داخل وهو قالب وشه ومستقل بالمكان، لكن اول ما دخل انبهر باللي شافه. هيرو بيشوف بنت اسمها جوجو كانت راكبة عجلة بس مش زي اي عجلة، وتاداشي بيعرفهم على بعض وبتفضل تكلموا عن العجلة. بعد كده بيروحوا لوسابي، شاب ضخم ومعضل بس عنده فوبيا من الكركبة، بيرتب ادواته بالمسطرة حرفيا. وسابي كان شغال على اختراع مرعب وهو ليزر البلازما، وهيرو بينبهر بالاختراع جدا لان بصراحة هيرو ما شافش الكلام ده قبل كده. هو كان فاكر ان الجامعة عبارة عن دراسة مواد بطريقة روتينية. وهنا هيرو بدأ يدرك ان الناس دي مش مجرد دحيحة بس، دول عباقرة كمان. وفجأة بتيجي بنت متحمسة جدا اسمها هاني ليمون، كانت شغالة في المعمل الكيميائي وبتعمل تجارب غريبة قدام هيرو، بتخلط مادتين مع بعض وبتعمل كرة صلبة زي الحديد كده، وفجأة بتقلبها دخان. وهيرو كل مرة بينبهر اكتر من اللي بيشوفه. وبيظهر واد تاني غريب لابس قناع تنين بيتعرف على هيرو وبيقعد يتشقلب كده وبيعمل حركات، وبنعرف انه مش طالب هنا بس قاعد معاهم، وبيحاول يقنع هاني انها تحوله سحلية وقت ما يحب. هيرو طبعا بيكون مستغرب شوية. بعد ما هيرو شاف جنون الشلة دي تاداشي بياخده وبيدخله المعمل الخاص بيه. هنا بقى هيرو بيفضل يبص حواليه وبيسأل اخوه ايه بقى اختراعك؟ تاداشي بيجيب لزقة وبيحطها على هيرو وبيشيلها على طول بحيث يتوجع، بس اكيد ده السبب. وفجأة بدأ يسمع صوت غريب وبيظهر كائن غريب جدا، روبوت ضخم منفوخ ولونه ابيض بيمشي ببطء شديد وبيضحك قوي الصراحة. هيرو اول ما بيشوفه بيتنح وبيقول لتاداشي هو ايه ده؟ بس تاداشي طبعا بيشرح ليه العبقرية اللي ورا الكائن ده. روبوت اسمه بيماكس، مش مجرد روبوت عادي، لا ده روبوت معالج متطور. هيرو واحدة واحدة كده بيبدأ ينبهر بيه وبيفضل يستكشفه، وبنعرف ان تاداشي صنع الروبوت ده علشان يساعد ملايين المرضى حوالين العالم. بيرجع بيماكس الجهاز الخاص بيه وهو ده الشاحن بتاعه، وبيدخل جوه تاني. تاداشي وهيرو وهم بيتكلموا بيدخل عليهم البروفيسور كالهان،
وده رئيس القسم واسطوره روبوتات اللي هيرو حافظ كتبه وبيعتبره قدوته في علم الروبوتات. هيرو بيتصدم انه قابله، وكالهان بيقرب منه وبيقول له انت هيرو همدا، اخوك حكالي عنك. وكالهان بيكمل كلامه بجمله غيرت تفكير هيرو 180 درجه، وبيقول له قتال الروبوتات الغير قانوني سهل ومربح، بس انت مخك اكبر من كده وخساره تضيعه في الحاجات التافهه دي. وبيقول له انه لو عايز يتحدى نفسه بجد مكانه هنا في الجامعه، بس للاسف مش بيقبلوا اي حد بسهوله، وبيمشي ويسيبه. وهيرو هنا بقى واقف مذهول من اللي شافه وسمعه، وبص لاخوه وقال الكلمه اللي تداشي كان مستنيها من سنين: انا لازم ادخل الجامعه دي، قول لي اعمل ايه عشان اتقبل فيها. تداشي بيعرف هيرو انه علشان يقدر يدخل الجامعه لازم يشارك في معرض الابتكارات السنوي ويقدم اختراع يخلي كالهان ينبهر بيه. في البدايه هيرو كان متحمس جدا وقفل على نفسه الاوضه وقعد يفكر، مره يرسم تصميمات ومره يجرب افكار جديده، وفجاه بيمسح كل اللي عمله وبيرميه وبيبدا من تاني، لانه كل ما بيفتكر الاختراعات اللي شافها هناك في الجامعه كان بيحس ان اي فكره بتيجي في دماغه عاديه ومش كفايه. بيقعد يفكر كتير وبيكون متوتر جامد ازاي هيبهر علماء وعباقره بالشكل ده. وفي لحظه احباط اخوه بيجيله وبيشجعه وبيقول له انه واثق فيه، وبيقول له جمله في غايه الاهميه: بص من زاويه تانية. الجمله دي بترن في دماغ هيرو وبتكون مفتاح للفكره، بدل ما يبني روبوت واحد كبير ليه ما يعملش الاف الروبوتات الصغيره، روبوتات تقدر تشتغل مع بعض وكانها عقل واحد. ومن هنا بدات رحله المايكروبوتس. قوتها الحقيقيه مش في حجمها، قوتها كانت في عددها وطريقه التحكم فيها. واخيرا جه يوم المعرض، بيروحوا والمكان بيبقى مليان علماء ومستثمرين ومخترعين من كل الانواع، كل واحد جايب افضل حاجه عنده. لكن رغم اللي عمله هيرو كان فيه توتر واضح على وشه، بس اصحابه هنا بيفضلوا يشجعوه وبيقولوا له اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. واخوه بيدعمه بالكلام الايجابي كالعاده. ولما جه دور هيرو طلع على المسرح وسط نظرات الحضور. في البدايه الناس ما كانتش فاهمه هو جاي يعرض ايه بالظبط، لانه كان متوتر جامد. لكن اول ما شغل الجهاز الناس بدات تركز جامد، والاف الروبوتات الصغيره بدات تتحرك في نفس اللحظه وبدات تتجمع مع بعض. وعن طريق جهاز الارسال العصبي اللي بيتحط على الراس، الاشارات اللي بتطلع من المخ بتوصل مباشره للمايكروبوتس. يعني اي شكل هيرو بيتخيله بيحصل، او اي تصميم يفكر فيه الروبوتات بتنفذه على طول. فجاه القاعه كلها بتسكت والكل بيسقف، حتى كالهان نفسه بيكون منبهر، اللي نادر جدا اصلا انه ينبهر بحاجه. والكل بيبقى فخور بهيرو. وبنشوف رجل الاعمال المشهور جدا في المدينه اللي اسمه كراي انبهر بالاختراع لدرجه انه عرض على هيرو مبلغ ضخم جدا مقابل شراء التقنيه دي بالكامل. عرض ده اصلا كان كفيل انه يغير حياه هيرو بالكامل. لكن قبل ما يوافق نصحه كالهان انه ما يبيعش اختراعه بسرعه، وان موهبته واختراعه اكبر من مجرد صفقه ماليه. وبناخد بالنا ان في اختلاف شديد بين كالهان وكراي. كالهان شايف ان كراي بيمشي ورا مصلحته بس وبيتجاهل راي العلم علشان يوصل للي عايزه. وبعد تفكير قصير قرر هيرو يرفض العرض. وفي اللحظه دي هيرو كان حاسس انه اخيرا حقق حلمه، وكالهان خلاص اقتنع بيه وبيضم هيرو للجامعه. وهنا تداشي تقريبا كان اسعد شخص في المكان كله من سنين، وهو بيحاول يقنع اخوه انه اكبر من مجرد مقاتل روبوتات. واخيرا اليوم ده جه. وفي نفس الوقت اللي كانت الناس بتحتفل بيه حصل حريق في مبنى العرض. الناس بدات تجري في كل اتجاه وصوت الانذار بيشتغل. وفي وسط الدوشه دي في واحده بتقول لتداشي ان كالهان لسه جوه المبنى. وطبعا اول ما تداشي سمع الكلام ده ما فكرش حتى ثانيه وجري ناحيه المبنى. وهيرو حاول يوقفه، لكن تداشي كان عايز ينقذ كالهان حتى لو ده هيؤدي لموته. بيدخل وسط النار، وبعد كام ثانيه بيحصل انفجار قوي جدا بيخلي هيرو يطير من مكانه اساسا. وفي نفس اللحظه دي هيرو بيقف مكانه مصدوم مش قادر يستوعب اللي حصل، وبيلاقي طاقية تداشي مرميه على الارض. في اللحظه دي حياه هيرو كلها اتغيرت، لأنه فقد الشخص الوحيد اللي كان مؤمن بيه طول عمره، الشخص اللي كان بينقذه كل مرة بيقع فيها، والداعم الوحيد ليه. وبتعدي الأيام والبيت بيكون هادي خالص وكئيب تماما، وهيرو بطل يخرج تماما من البيت وبطل كمان يشتغل، حتى الجامعة ما راحش ليها ولا مرة من ساعتها. وفي يوم من الأيام وهو قايم يتحرك بكسل وقع الروبوت الصغير على صباع رجله، وطبعا كلنا عارفين الخبطة دي بتعمل ايه. هيرو بدأ يصرخ ويتنطط من الوجع. فجأة بي ماكس الروبوت اللي كان صنعه تداشي بيشتغل لوحده، بيشتغل علشان سمع صوت هيرو وهو بيصرخ. وبصراحه شكله بيضحك قوي وهو ماشي. المهم بيتكلم مع هيرو بكل برود، وهيرو ما كانش اصلا ليه خلق للكلام، وكان عايز يقفل بي ماكس باي طريقه. بس بي ماكس بيصدعه وبيقعد يطمن على صحته، وبيحصل كده كام لقطه كوميديه. وهيرو وهو بيحاول يرجع بي ماكس لمكانه عينه وقعت على علبه قديمه تحت السرير، العلبه اللي كان شايل فيها عينه من المايكروبوتس. بس بيكون مستغرب انها بتتحرك، لان المفروض حركتها مربوطه بالمايكروبوتس الباقيه، والمفروض كلهم اتدمروا في انفجار المبنى ساعتها. بس هيرو
هيرو شال الموضوع من دماغه وقال ده عطل تافه عادي. بس بي ماكس الكيوت ده اخد الكلمه جد وافتكر ان مساعده هيرو انه يروح يكتشف الروبوت ده عايز يروح فين عشان هيرو يخف، وبياخد العلبه وبينزل الشارع وبيمشي ببطء وسط العربيات والناس. وهيرو بيتصدم انه عمل كده بجد لانه كان بيقول له كده بهزار يعني، بس نسي انه بيكلم روبوت وبيجري وراه بسرعه وبيقعد ينادي عليه. المطارده بتكون كوميديه جدا وبتنتهي بيهم قدام مصنع مهجور في اخر الدنيا. والغريب ان الاشاره بقت قويه جدا لما وصلوا هنا. هيرو بدا يحس ان في حاجه مش طبيعيه وبيقرر يدخل المصنع، ولكن كالعاده الباب لازم يكون مقفول يعني، فبيدخلوا من الشباك. هيرو وبي ماكس دخلوا المصنع المهجور. المكان من جوه ضلمه ومفيهوش اي حاجه. هيرو بيمشي واحده واحده، بس طبعا بي ماكس هيكون كوميدي كالعاده ومش بيساعد خالص باي حاجه ومش عارف اساسا يدخل من الشباك بسبب كرشه. الاشاره في المايكروبوت بتزداد اكتر وبداوا يسمعوا صوت غريب جاي من الدور الارضي. هيرو بيروح وبيبص وبيتفاجئ بالمنظر. اختراعه اللي المفروض يتدمر بالكامل بيلاقيه بيتصنع منه كميات مرعبه. الملايين من الروبوتات عماله تتجمع، وهيرو هنا بيكون مصدوم وبيتساءل مين اللي ورا كل ده. وفجاه المايكروبوتس بتتحرك وبتهجم على هيرو وبي ماكس وبيجروا بسرعه وبتفضل تلحقهم لغايه ما بيدخلوا في انفاق تحت الارض. ومره واحده بتهجم عليهم المايكروبوتس وبيلاقوا شخص قدامهم لابس قناع وباين عليه هو المتحكم الرئيسي بكل المايكروبوتس دي، وبيأمر المايكروبوتس تهاجمهم عشان تخلص عليهم. وهيرو وبي ماكس اخيرا بيقدروا يهربوا. بس يا ترى بقى مين اللي سرق المايكروبوتس دي ومين اللي بيتحكم فيها؟ هل انتوا شايفين ان الشخص المقنع ده هو نفس الشخص اللي تسبب في الحريق بتاع المبنى، يعني هو السبب في موت تاداشي؟ بيروحوا للشرطه وبيبلغوهم باللي حصل، لكن الشرطه بتفتكر ان هيرو ولد صغير وبيهزر ومش بيصدقوه. هيرو بيرجع بيته وبيحاول يدخل البيت من غير ما عمته تلاحظ، وكالعاده بي ماكس بيضحك. هيرو بيقعد يفكر في الموضوع وبيكون تايه ومش عارف يعمل ايه، وبيفتكر اخوه وبيقعد يتكلم مع بي ماكس، وبي ماكس بيحاول يهديه ويحسسه بالامان. بعد كلام كتير فجاه هيرو بيعتقد ان المقنع هو المسؤول عن موت تاداشي زي ما قلت لكم، وبيقرر انه لازم ينتقم لاخوه، وبتجيله فكره وبيبدا ينفذها على طول. بي ماكس مش فاهم حاجه طبعا وبيسال هيرو هو احنا بنعمل ايه، وهيرو بيرد عليه وبياخده على قد عقله وبيقول له ان ده من ضمن العلاج. بيمسك شريحه ذاكره جديده وبيحمل عليها داتا لجميع الفنون القتاليه في العالم، وبيبدا هيرو يصمم درع اسطوري لبي ماكس وبيركب القطع على جسم بي ماكس وبيحط الشريحه الحمراء جنب الشريحه الخضراء اللي عملها تاداشي. وبنلاقي مره واحده بي ماكس بدا يضرب وبيعمل حركات مش لايقه عليه بصراحه، وهيرو بيقف منبهر ومش مصدق ان الخطه نجحت. بيبداوا يتحركوا علشان يروحوا للمقنع، بس بنلاحظ ان في عربيه بتراقبهم. بيروحوا المصنع بس مش بيلاقوا حد هناك، ودي حاجه غريبه. بس اشاره المايكروبوت بقت لاتجاه تاني، بيروح وراها هيرو بس بيلاقي ان الاشاره جايه من ناحيه البحر وبتطير منه فجاه وبتروح لهناك. وبيظهر الراجل ابو قناع تاني، وبيكون المشهد مرعب جدا. بيتحكم بكل المايكروبوتس باحترافيه وبيجري بسرعه هيرو وبي ماكس وبيستخبوا، ولكن بتظهر العربيه من تاني وفجاه بيطلعوا اصحاب هيرو وبيقولوا له انهم جايين علشان يساعدوه، ولكن هو بيكون رافض تماما. ولسه الشله بيسالوه عن الموضوع، فجاه الراجل المقنع بيهجم عليهم وبي ماكس بينقذهم، والكل بيجري في ثانيه وبيركبوا العربيه وبتحصل مطارده كلها اكشن. بي ماكس بيبقى راكب معاهم بس بطريقه غريبه شويه، ووسابي من كتر ما هو منظم وبيخاف من القوانين وهو سايق بيقف في الاشاره علشان ما ياخدش مخالفه. حاجه يعني ضحك جدا، ازاي العباقره دول مضحكين جدا كده. بس طبعا هتلاقي فيهم العاقل. جوجو بتتعصب وبتسوق مكانه وبتدوس بنزين على الاخر وبتحاول تهرب من كذا ناحيه، بس برضه هو مش سايبهم لغايه ما بيقعوا في الميه. بس هنا بنلاحظ ان تاداشي بالفعل قدر يساعد غيره، لان هندسته العبقريه لبي ماكس قدرت تنقذ هيرو واصحابه من الغريق. بيطلعوا وهم مش قادرين وجسمهم كله بيترعش من البرد، وفريد بياخد الشباب على بيته وهم طبعا كانوا فاكرين بيته شقه معفنه، لكن الصدمه ان فريد اللي هو كان عايز يتحول سحليه طلع ابن مليونير وعايش كمان في قصر، واصحابه اتصدموا باللي شافوه. المهم الشباب قعدوا يتدفوا وبدا يحصل ما بينهم نقاش ومحادثه. فريد بيبقى مش مصدق اللي شافه وبيقول انهم في فيلم ابطال خارقين ولازم يواجهوا الشرير ده بنفسهم، وبيقول لهم انه شايف ان الراجل المقنع ده هو كري رجل الاعمال المشهور في المدينه. بس هيرو مش بيصدق لانه شايف ان كري شخصيه مشهوره ومش هيعمل كده. بس فريد بيقول له ان هو كان عايز يشتري منك المايكروبوت ساعتها وانت رفضت، بس برضه هيرو مش بيصدق وبيقعدوا يفكروا يا ترى هو مين. بس المفاجاه ان بي ماكس عمل سكان للراجل المقنع وقدر يعرف فصيله دمه. بصراحه بي ماكس هنا كان مفيد جدا، بس علشان يقدر يوصلوا له تاني هيحتاجوا يسكانوا كل الناس اللي في المدينه، وده صعب جدا. بس هيرو بتجيله فكره انه يقدر يسكان كل اللي في المدينه في نفس
نفس الوقت، وبيقول لاصحابه انه هيخليهم ابطال خارقين، وعلشان يعمل كده هيحتاج مساعدتهم، ولو كلنا ساعدنا بعض ساعتها هننجح. بيبدأ يشتغل على طول على الموضوع، وبنشوف لقطات سريعة لهيرو وهو بيصنع تقنية خاصة لكل واحد من صحابه. فبنشوف جوجو معاها عجل مغناطيس بيركب في رجليها بيخليها تجري بسرعة البرق، ووسابي بيركب قفازات من البلازما في ايديه بيقدر يقطع بيها اي حاجة، وبنشوف هاني وهي معاها شنطة تقدر تصنع بيها اي مادة كيميائية وتطلع على شكل كرات، وفريد كان نفسه يتحول سحلية طبعا، وهيرو بيساعده في ده. ووسط كل ده هيرو كان بيخطط انه يصنع درع جديد تماما لبيماكس يخليه مقاتل بجد، وفي الاخر بيوري اصحابه بيماكس الجديد، وبنتفاجئ بانه بقى جامد جدا، وهيرو اضاف ليه ميزات جديدة تماما. مثلا بنشوف ضربة ايده اللي بتنفصل عن جسمه وبتبقى عاملة زي الصاروخ، وكمان بنشوف انه بقى يقدر يطير هو وهيرو مع بعض، والكل بيتصدم من الجمدان ده. والخطة بتاعتهم بتقوم على انهم محتاجين يشيلوا القناع من على الشخص ده علشان يقدروا يهزموه، لان جهاز التحكم بالمايكروبوتس لازق في القناع. وبنلاحظ هنا ان هيرو شخصية عبقرية جدا، بس للاسف في الاول كان بيستخدم ذكائه ده وعلمه في المكان الغلط وفي اللي بيضره، لكن بمجرد ما استغلها في المكان الصح قدر يصنع حاجات تداشي ما كانش يتخيل ان اخوه يقدر يعملها. بنشوفهم وهم طايرين مع بعض، وبيماكس لما بيعرف ان هيرو بينبسط من ده بيبدا يطير بقوه اكبر وكمان باحترافيه عاليه عشان يساعده. وفي اللحظات اللي بنشوف فيها مشاهد طيران بيماكس وهيرو بنلاحظ حاجه مهمه، هيرو ما بقاش شايف بيماكس مجرد روبوت معالج، بالعكس دلوقتي هيرو بقى يعتبر بيماكس صديق مقرب ليه، والشخص الوحيد اللي قدر يخرج الحزن من قلبه ويرجع له الضحك من تاني. بعد طيران طويل هيرو بيقول لبيماكس انه يستخدم المسح الكامل علشان يشوف مكان الراجل المقنع، وبيعرفوا مكانه بيتوجهوا ليه على طول، جزيره مهجوره بعيده عن المدينه. في البدايه المكان كان شكله مهجور بالكامل ومفيش اي حركه، لكن كل ما بداوا يستكشفوا المكان اكتر اكتشفوا ان الجزيره دي كانت في يوم من الايام موقع لمشروع سري، مشروع كانت بتموله شركه اليسترا كراي، وصاحب الشركه دي طبعا انتوا عارفينه كراي رجل الاعمال الشهير. والفريق اكتشف تسجيلات قديمه للكاميرات قبل كده، وهنا بدانا نعرف حاجات جديده تماما. كان في تجربه اسمها سايلنت سبارو، وهي عباره عن بوابه انتقال فوري بتنقل اي جسم من مكان لمكان في لحظه. اختراع طبعا لو نجح كان هيغير العالم كله. وبنشوفهم هما بيجربوا الاختراع على اول بني ادم، بنت اسمها ابيجيل بتجهز نفسها وبتدخل البوابه، ولكن قبل ما تدخل البوابه بثواني في حاجه غريبه العامل بيلاحظها في المشروع، بس كلاي بيقول له كمل دلوقتي مفيش مشكله. وفجاه بتدخل البنت البوابه وبيحصل عطل مفاجئ والبوابه التانيه بتنفجر والامور بتخرج عن السيطره، والبنت بتختفي تماما جوه وما بترجعش تاني، ومن وقتها الكل اعتبرها ميته. لكن قبل ما الفريق يفهم الحقيقه الكامله بيظهر الراجل المقنع من وراهم وبيهاجمهم تاني، ولكن بيماكس بينقذهم زي كل مره، والمايكروبوتس بتهاجمهم من كل اتجاه. وبنشوف الفريق وهو بيهاجم وبيستخدم قوته. اخيرا جوجو بتهاجم باقصى سرعه عليها وبتقدر تصيب الراجل المقنع، وهاني بتدخل معاها علشان تساعدها، بس الدنيا بتبوظ لانهم مش واخدين على القتال كفريق متعاون. ووسابي بيحمي نفسه وبيقطع المايكروبوتس بسرعه جامده جدا، بس برضه المقنع بيهزمه. وفريد نفس الكلام وبيبدا يهجم عليهم ويدمرهم، لكن طبعا بيظهر البطل الحقيقي في اخر لحظه في الافلام بيتفادى كل ضرباته، وهيرو بيقدر يوصل له ويوقع القناع من عليه. وكانت الصدمه ان الراجل اللي تحت القناع هو البروفيسور كالاهان، نفس الشخص اللي الكل افتكر انه مات في الحريق، ونفس الشخص اللي تداشي ضحى بحياته عشان ينقذه. في اللحظه دي هيرو كان واقف مصدوم، لان الحقيقه كانت ابشع بكتير مما تخيل. كالاهان كل ده كان عايش واستخدم المايكروبوتس ساعتها عشان يحمي نفسه من الانفجار، وهيرو بيقول له ان تداشي كان داخل ينقذك. طب وايه اللي خلاك تعمل كده؟ بس المستفز ان قال له ان دي غلطته مش غلطتي. وهنا هيرو بيغضب غضب شديد وبيأمر بيماكس انه يدمر كالاهان، وشال شريحه الرعايه الطبيه الاساسيه من بيماكس وساب شريحه القتال بس. علشان كده بيماكس فقد السيطره تماما وبقى يدمر وبس. بدأ يتحرك ناحيه كالاهان عشان ينفذ اوامر هيرو، واصحابه حاولوا يمنعوه ويوقفوه، وهيرو ما كانش شاغل باله اي حاجه غير انه يدمر كالاهان وينتقم لاخوه. وفي اخر لحظه قدروا يمنعوا بيماكس من تنفيذ الهجوم، وكالاهان خد القناع وقدر يهرب تاني. وهيرو هنا بيتضايق من صحابه قوي وبيفضل يزعق ليهم وبيحاول يكشف مكان كالاهان تاني، بس النظام حصل فيه عطل، وبياخد بيماكس وبيمشي ويسيبهم. بيرجع البيت وهو مفيش في دماغه غير انه يصلح النظام ويلاقي كالاهان. بصراحه هيرو هنا فقد السيطره على نفسه تماما، وبيصلح النظام وبيحاول يشيل الشريحه الطبيه الخضراء تاني بحيث يقلب بيماكس تاني لنظام التدمير بس. لكن بيماكس بيفضل يقول له انه مش معمول علشان التدمير، بالعكس تداشي عمله علشان يساعد الناس. وهيرو بيقول له تداشي مات بغضب شديد، بس بيماكس بيشغل له فيديوهات متسجله لتداشي وهو بيجرب النسخ الاولى من بيماكس. في البدايه
البداية هيرو ما كانش مهتم، لكن بعد ثواني بدأ يتأثر ويفتكر أخوه من تاني، وبدأ يهدى ويرجع زي ما كان، وافتكر إن أخوه عمره ما كان بيحاول ينتقم من حد ولا كان بيستخدم علمه عشان يأذي الناس، بالعكس كان دايما بيحاول يساعد الناس على قد ما يقدر، وصحابه بيرجعوا له تاني وبيتأسف ليهم. لكن صحابه رجعوا ليه بجديدة عن ماضي كالهان، وهنا اكتشفوا الحقيقة الكاملة. البنت اللي دخلت البوابة واختفت دي كانت بنت كالهان، والموضوع بالنسبة لكالهان بقى انتقام، كل همه انه ينتقم من كراي بسبب اللي حصل لبنته. وبعد ما شافوا الحقيقة قرروا انهم لازم يحلوا المشكلة دي، وبنروح لمؤتمر في شركة كراي، وكراي قاعد يتكلم عن نجاح شركته، وفجأة بيجي كالهان من وراه وبيهجم عليه وبيشيل من عليه القناع وبيوريه له وشه، وبيفضل يلومه على اللي حصل ساعتها. واصلا كراي بيكون فاكر ان كالهان كل ده ميت من ساعة انفجار المبنى، وكالهان بينقل البوابة الكبيرة عن طريق المايكروبوتس، نفس البوابة اللي دخلت ليها بنته. شكله كده عايز ينتقم بنفس الطريقة. البوابة بتشتغل وبتبدأ تسحب كل حاجة، وفريق هيرو بيوصل بسرعة. هيرو بيحاول يقنعه ان ده مش هيغير الحقيقة، بس برضه بيصر على اللي بيعمله وبيهجم على هيرو واصحابه، وبيوقع هيرو وبيماكس، واصحاب هيرو بيتدخلوا، بس برضه لتاني مرة بيقدر يحبس كل واحد فيهم بالمايكروبوتس. وهيرو البوابة بتسحبه جامد بس بيمسك في حبل، واصحابه بيكلموه في السماعات وبيقولوا له انهم مش لاقيين مخرج، كلهم اتحبسوا. بس هيرو افتكر حاجة كان تداشي دايما بيقولها، ان حل المشكلة مش لازم يكون بالمواجهة المباشرة، احيانا لازم تبص ليها من زاوية تانية. ومن هنا جت الفكرة، كل واحد فيهم قدر يلاقي مخرج وبص للموضوع بزاوية مختلفة. وهنا هيرو جات له فكرة أسطورية، بدل ما يحاولوا يهزموا المايكروبوتس بالقوة قرر يستخدم البوابة الكبيرة لصالحه كمكسب. الخطة كانت ان الشلة هتضرب وتقطع المايكروبوتس، وفي نفس الوقت جاذبية البوابة الكبيرة هتسحب كل القطع المفككة دي لحد ما المايكروبوتس يخلص وينتهي تماما. مش قلت لكم الواد ده عبقري؟ كل واحد منهم بيبدأ في تنفيذ المهمة بطريقة عبقرية. فريد بيستخدم قوته علشان يعمل دخان يعمل رؤية كالهان، وهيرو بيطلع فوق خالص وبينزل بأقصى سرعة عليه وبيدمر المايكروبوتس. ونفس الكلام مع واسابي وجوجو وفريد وهاني. كالهان بيتضايق قوي وبيفضل يضرب عشوائي، ضربة من هنا وضربة من هنا لغاية الضربة الأخيرة، وبيلاقي مفيش مايكروبوتس معاه، بيشيلوا من عليه القناع والبوابة بتقع وبتعمل انفجار قوي جدا. بس الغريب انها لسه شغالة، وهيرو بيقول محتاجين نهرب دلوقتي قبل ما تنفجر. بس قبل ما يهربوا بيماكس بيلقط إشارة غريبة، إشارة حياة بشرية، وبتكون بنت. طبعا هتكون مين غير أبيجيل؟ في البداية الكل ما صدقش، وفي اللحظة دي هيرو ما ترددش وقرر يدخل هو وبيماكس جوه البوابة عشان ينقذوها. وأول ما بيدخلوا بيلاقوا نفسهم في عالم غريب جدا مليان أجزاء متدمرة وكأنهم في الفضاء، وكأن الزمن وقف بيهم. بيفضلوا ماشيين وبيتفادوا الحطام وبيلاقوا مكان البنت وبيوصلوا ليها، وهنا بدأوا رحلة العودة. لكن المشكلة إن البوابة كانت بتنهار بسرعة. في البداية الأمور كانت ماشية كويس، لكن فجأة بيخبطوا في جزء كبير من الحطام وبيماكس بينقذهم، وده بيسبب في تدمير درعه لأن الضربة كانت قوية جدا حتى دمرت موتور الطيران بتاعه. وهنا بيماكس أدرك إنهم مش هيعرفوا يخرجوا إلا عن طريق القبضة الصاروخية اللي بتنفصل عن جسمه. بس هنا هيرو كان رافض تماما ده، وبيقول له أنا مش هخسرك أنت كمان، وحاول يدور على حل بس للأسف مفيش. وبيماكس بيقول لهيرو لازم قبل ما أسيبك تقول لي أنت راضي عن رعايتك الصحية. وهيرو بيعيط وبيكون في موقف ضعف لأنه مش عارف يعمل إيه. وهنا هيرو بيرد عليه وبيقول له إنه راضي طبعا. وبيماكس بيضرب الضربة بتاعته، بيروح هيرو ناحية البوابة وبيلحق يخرج قبل الانفجار بثواني. وبيرجع هيرو لاصحابه وبيكون حزين قوي، والإسعاف بتاخد أبيجيل والشرطة بتقبض على كالهان. وبتعدي الايام وبيدخل هيرو الجامعه اللي كان بيحلم بيها. وفي مره كان بيرتب المعمل بتاعه ولقى القبضه بتاعه بيماكس وبيفتكروا ساعتها، بس المفاجاه انه بيلاقي الشريحه في ايده، الشريحه اللي صنعها تداشي اللي هي الخضراء اكيد فاكرينها، واللي فيها بيانات بيماكس كلها وذكرياته. وساعتها هيرو بدون تردد بيصنع جسم جديد لبيماكس وبيركب فيه الشريحه، وبيماكس رجع زي ما كان. وبينتهي الفيلم على كده. في النهايه هيرو قدر يخرج بدروس اهم بكتير من اي اختراع عمله. اول حاجه فهمها ان مش كل الناس اللي هتقابلك في حياتك هتفضل معاك، لكن في ناس معينة وجودها بيعمل فرق حقيقي، ناس بتقف جنبك في أصعب لحظات حياتك. وهنا الرسالة واضحة، اختار صح، يعني حاول تختار الناس اللي تحبك فعلا، لأن في وقت الضعف هتعرف مين بيحبك بجد ومين مش مهتم بيك أساسا. أما الحاجة التانية فهي إن العلم سلاح ذو حدين، لا إما تستخدمه في الخير ويكون وسيلة لمساعدة الناس وتحسين حياتهم للأفضل، لا إما تستخدمه في الشر ويتحول لأداة دمار وفساد على الأرض. وده اللي شفناه مع هيرو
في البداية كان بيستخدم علمه في حاجات غلط، ولكنه بعد كده اتعلم وفهم يعني ايه مسؤولية. وده مش بس في الافلام على فكرة، على مدار التاريخ في حياتنا شفنا علماء استخدموا علمهم علشان يساعدوا الناس ويخدموا البشرية، وفي نفس الوقت الناحية التانية شفنا مجرمين استخدموا علمهم في التدمير والافساد في الارض، زي اللي بيحصل حاليا من اللي ما يتسموش. القصة دي بتفكرك بحاجة بسيطة، ان المشكلة مش في العلم نفسه لكن في الانسان اللي بيستخدمه، وان الفرق الحقيقي دايما بيبدأ من اختيارك انت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش اللايك بتاعك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، واشوفكم على خير، مع السلامة.